أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. اليوم غنتحدثوا على المقابلة ديال المغرب مع الكونغو الديمقراطية واللي انتهت بالتعادل 1-1. في البداية غندير واحد التوضيح باش لما ندير واحد التحليل يعني ما يكونش في واحد النوع من سوء الفهم أو أنه كل واحد يكون عنده واحد التحليل يعني يختلف على التحليل اللي يمكن نقدم. صحيح أنه التحليل ديال المقابلة بوحده، ولكن التوضيح اللي بغيت نقول بأنه راه المباريات ديال كرة القدم في هذا الإطار ديال يعني الدور الأول، المقابلة الأولى عندها علاقة بالمقابلة الثانية، والمقابلة الثانية عندها علاقة بالمقابلة الثالثة. علاش نقول هذا الكلام؟ حنا لما دخلنا لهذه المقابلة حنا عندنا 3 ديال النقاط، والفريق ديال الكونغو لما دخل عنده نقطة واحدة، وبالتالي كل واحد عنده الحسابات ديالو، كل واحد تيقلب كيفاش يلعب المقابلة بالشيء اللي يخليه انه يمشي للتأهل للدور الثاني، حيث المهم هو التأهل. صحيح انه كل ما قدمتي واحد العرض مزيان، الجماهير والمسؤولين التقنيين واللعابه تيحسوا واحد الاطمئنان، ولكن حتى الا ما كانش هذا العرض في يعني في المستوى وكانت النتيجه كيف ما كان الحال، ما حدك انت في النتيجه في مستمر في المنافسه ويعني والامور راه غادا بخير. طيب الان غادي نديروا القراءه ديال البطوله يعني ديال الدور الاول. الدور الاول حنا لما دخلنا لهذه المقابله هذه في هذاك الجو هو اللي معروف، الجو ديال الرطوبه ديال الحراره، وعارفين بانه هذا الشيء غادي ياثر على اللاعبين، اي اننا خاصنا نلعبوا المقابله باقتصاد بحال اللي درنا المقابله الاولى، ولا تمكنا من الانتصار باقل مجهود غيكون شيء جميل. البدايه كانت جميله بالنسبه لنا، اننا في الدقيقه الاولانيه ولا الدقيقه الثانيه وبالضبط دقيقه وكذا و30 جات الكره ديال النصيري اللي خرج الحارس مباشره بعد منا، وان كان الهدف مقيد مسجل في الدقيقه 6، ولكن بالنسبه لي الهدف تسجل في الدقيقه الثانيه. علاش؟ لانه ذاك التوقف ما كانش فيه كره، كان غير توقف لانه كان الحكم عنده مشاكل تقنيه في الميكرو نتاعو. اذا هذيك الضربه الزاويه عطاتنا الهدف. اذا بالنسبه لنا احسن بدايه بديناها هي هذه. احنا عندنا 6 ديال النقاط، بتنذكر تبعنا على طريقه باش لعبنا. تنذكر بانه حنا المقابله الاولى 3، دابا 3 ديال النقاط. اذا غنحاولوا ندبروا المقابله بالشكل اللي تيناسب الجو اللي فيه الحراره وفيه الرطوبه، واللي تيناسب اننا متقدمين ب1-0. وهذا هو اللي تبين انه الفريق بقى غادي بالمقابله ديالو عاديه، ما كاينش لا اندفاع ولا حتى شي حاجه. يعني الفريق اكثر انضباط، تشدوا الكره تنمروها بيناتنا، ما عندنا حتى شي اشكال. ولكن بين فينا الاخرى لقينا بانه الفريق ديال الكونغو اللي خصنا نحطوه في الاطار الصحيح ديالو، انه من الفرق الجيده، وان كان في هذه السنين الاخيره ما بارش بشكل كبير على المستوى الافريقي، ولكن تيبقاو لاعبين عندهم امكانيات يلعبوا مع فرق من الفرق الجيده على المستوى الاوروبي. كان تيعتمد على تنميه الكره في الظهر، وهما عندهم لاعبين سراع وطوال، والضربات الرئيسيه او الكرات العاليه تيتفوقوا فيها، وبالتالي فهنا فين كتتشكل الخطوره عن طريق تمريرات الكره الطويله. ما كانش عندهم شي خطوره من خلال تمرير الكرات. تنذكر على الشوط الاول حتى جات ضربه زاويه اللي جابت ذاك ضربه جزاء. هذيك الضربه جزاء اللي من حسن الحظ انها تسجل يعني تعلق عليها الحكم، ومن حسن الحظ انها يعني ضاعت. هذيك الضربه الجزاء اللي ضاعت كنت نقول بانه الفريق ديال الكونغو غادي يتاثر، وحنا غادي نرجعوا للطبيعه ديالنا ديال المقابله. والشيء اللي وقع اننا كان تيبان لنا بانه غنكملوا المقابله بهذا الشكل، لانه تلعبوا مقابله كما تيقولوا لو جو ديالنا بروبر نظيف، ما فيش داك الالتحامات. الشوط الاول كانت بهذا الشكل هكايا، وبالتالي فانهينا الشوط الاول بتقدم 1-0. واللي كان هو انه التهديدات ديال الفريق ديال الكونغو كانت تكون عن طريق اما الكرات الثابته ولا تمرير كرات في الظهر ديال المدافعين، اللي في غالب الاحيان ما كانتش تؤثر بشكل كبير. بالنسبه للشوط الثاني، بعد نوبه الاخطاء ديال التمركز ولا الاخطاء في التمرير تؤثر، وهو الشيء اللي خلانا اننا في بعض الفترات اننا تنلقاو بانه اللاعبين الكونغوليين تياخذوا الكره وتلقاو راسهم امام 3 أو 2 ديال المدافعين بسبب اخطاء التمرير. الاكثر من هذا انه هذا الشوط كنت ننتظر بانه غتبقى المبادره عند الفريق ديال الكونغو، وحنا غنلعبوا الحملات المضاده. يمكن
اللاعبين ديالنا، وانا غنجبد دائما الحاله ديال الطقس او اثر على المجهود البدني ديالهم. لما كنا تنهاجموا ما كانش ذاك الرجوع بداك الشكل اللي كان عندنا، اننا لما الفريق تياخذ الكره تيلقى قدامه 10 ديال اللاعبين، لا تيمكن له يلقى غير 3 ولا 4. ولاحظنا مرارا بانه لما تضيع الكره في وسط الميدان تيكون عندنا 5 ديال المهاجمين، بقى واحد المدافعين وتنخليو لهم المساحات. وهنا فين نلقاو انهم يديروا التميرات في العمق. التميرات في العمق لما تيكونوا عندك 4 ديال المدافعين او 3 يمكن لك دير تميرات في العمق. علاش؟ لانه المساحات كبيره، عكس كنا تنديروا ذاك يعني لعبنا بشكل دفاعي 100% ما كناش نطيحوا في هذا الاشكال. والدليل لانه حتى الهدف اللي تسجل انه تمير الكره في العمق وفي الجهه اليمنى وتقريبا فراغات كبيره وكبيره جدا. الشيبي اللي مفروض انه خص يكون في الجهه اليسرى، وانا ما بغيتش نقول الشيبي باش نحمل المسؤوليه، ولكن التكتل اللي مشى باش يديروا مع المدافعين لقينا راسو ان الشيبي في الوقت اللي مشى عند المدافع مشى عنده هو داخل منطقه الجزاء. يعني هذا سوء ديال التموضع يمكن يعني من خلال يعني الاخطاء اللي تترتكب وبزاف ديال العوامل اللي اثرت ما خلتناش ذاك الفريق اللي يكون يعني كنسميها ذاك التلاحم اللي كان. ذاك الفريق ما كانش سودي، ما كنا شيء بانه تنقولوا بانه الخط ديال الدفاع والوسط والخط الامامي كتله واحده. بين الفينه الاخرى كنا تنشوفوا بانه بعض العمليات الثلاثيه اللي تتكون ما بين اللاعبين تقول ودي عندنا لاعب عندنا فريق اللي تيمكنوا يدير هذه الكرات. غنرجع عاوتاني واش نقول الطقس ولا ماشي الطقس، المهم هذوك العمليات ما كانوش تينجحوا. ويمكن حتى الفريق ديال الكونغو ماشي هو تنزانيا، عندهم لاعبين عندهم امكانيات عندهم مهارات، لانه سجلوا لنا الهدف دقيقه 77. غير قبل 77 راه كنا مدبرين المقابله بشكل جيد، ولكن تجي كره بحال ذاك الشكل تميره خاطئه لان ضيعنا بعض الكرات في وسط الميدان هما اللي اثروا علينا. الان شنو بعد هذه النتيجه ديال التعادل شنو يمكن يتقال؟ حنا كنا تنتمناو على انه ننهيو المقابله متقدمين، غتمشي ب6 ديال النقاط. دابا الان خصنا ننتظروا حتى المقابله الاخيره باش ناكدوا التاهل ديالنا. وباش ناكدوا التاهل ديالنا خصنا نشوفوا كنأكدوه، حنا بغينا ناكدوه، حنا متزعمين للمجموعه. وباش نكونوا متزعمين للمجموعه طبعا هذا رهين بالنتيجه ديال زامبيا مع تنزانيا، ورهين ايضا بالمقابلات الاخيره اللي غتكون فيها الكونغو، لانه الا بغينا ننهيوها في الصف الاول خاصنا نفوزوا في المقابله النهائيه. بالنسبه للتعادل غتولي في حسابات مع الكونغو الى انتصروا في المقابله النهائيه ديالهم شي حصه اللي تخلينا حنا نجوز يعني المركز الثاني. على كل حال هنا لا اقول بان حسابات معقده، ولكن دخلنا الحسابات اللي نتمنى هو انه ما يكونش عندنا الهاجس ديال الفوز هو اللي يخليك في يعني في المركز الاول. وان كان ممكن هذه العمليه لانه الى زامبيا ما انتصروا شيء او خسروا ما كاين مشكل، ولكني دابا تنذكر معكم في هذا الفيديو اللي غيكون خرج للمستمعين ومعروف النتيجه ديال زامبيا على كل حال. الحسابات كل واحد عارف الحسابات ديالو. اذا انا كنت نتمنى باش انه المقابله الاخيره نريحوا اللاعبين الاساسيين ديالنا نظرا لهذا الجو تتلعب فيه هذه البطوله، ولكن انا تنظن بانه غادي نبقاو محافظين على نفس التشكيله، لانه المقابله الاخيره المصير ديال التاهل خصو يكون يعني خصنا نجيبوه بدرعنا، ماشي شي حاجه اللي كنا غادي نحلوا المشكل ديالها في المقابله ديال الكونغو الديمقراطيه. اذا باش نرجع مره اخرى للمقابله، التغييرات اللي داروا ما تنظنش بانه فادوا في شي حاجه، فاستمرنا على ذاك الشكل. يعني انه اللاعبين اللي لعبوا كانوا تيلعبوا اللي دخلوا انه حتى هما غرقوا في الفرضيات. نتمنى انه المدرب راه قال بانه الفريق ديال الكونغو كان تيلعب في الدار وهضر على الطقس وهضر على نصلحوا بعض الامور او نصحوا بعض الامور، وهذه الامور هي اللي بانت للجميع انه بعض الاخطاء دخلناها في اطار انه الظروف ديال المقابله والطقس ديال المقابله ما خلاتش اللاعبين انهم يكونوا في اتم السعد ديالهم. غنبقاو متفائلين طبعا، ونهار الاربعاء ان شاء الله غادي نتابعوا المقابله ديال زامبيا اللي نتمنوا انها تعطينا المركز الاول باش نحافظوا على نبقاو في سان بيدرو ونواصلوا المشوار ديالنا ان شاء الله في المنافسات الافريقيه.